الرئيس ترامب جاي مصر تاني عشان يعمل هدنه في السودان زي اتفاقيه السلام بتاع شرم الشيخ، ومصر هتوقع اتفاقيه تعاون عسكري مع السعوديه. لا بقى تعالوا نحكي القصه ونفهم الحكايه دي وايه بالظبط يا جدعان لما يحصل في السودان. رئيس اركان الجيش المصري زار السودان، وواضح كده ان في تعاون عسكري على اعلى مستوى ما بين الجيش المصري والجيش السوداني. واديكوا ها شايفين حميرتي كل يومين ثلاثه يطلع يلطم ويقول لك مصر اما تنفذ ضربات ضد الدعم السريع، واصل في طيارات مسيره، واصل في طيران مجهول. المهم ان بعد ما رئيس اركان الجيش المصري خلص في السودان راح طلع السعوديه. ايوه طب راح يعمل ايه هناك يا عمده؟ اقول لك عشان يناقشوا عده ملفات، على راسهم ملف السودان وملف اثيوبيا. والاخبار اما تقول ان هم وقعوا اتفاقيه تعاون عسكري، لان برضه المملكه العربيه السعوديه مش عايزه اثيوبيا تدخل اريتريا ويبقى ليها ميناء على البحر الاحمر، وفي نفس الوقت برضه السعوديه متفقه معانا وما تدعم الجيش السوداني. يعني من الاخر كده مصر والسعوديه في الملفين دول بالذات متفقين تماما. وكون ان رئيس الاركان بتاع الجيش هو اللي يروح مش وزير الخارجيه ولا رئيس المخابرات، ده معناه كده من الاخر ان هيبقى في تعاون عسكري صريح. وده معناه برضه ان اثيوبيا لو نفذت اي هجوم ضد اريتريا هيكون في تدخل عسكري صريح من مصر والسعوديه، وخصوصا ان وزير الخارجيه المصري بدر عبد العاطي قالها كده صراحه وهو ما يتكلم على حوكمه البحر الاحمر. قال مش هنسمح لاي دوله غير مشاطئه ان هي تطل على البحر الاحمر نهائي. وفي الاخر قال لك بصراحه كده انا ما اتكلم على اثيوبيا. ثاني ملف بقى ان لما يحصل في السودان ده مضايق مصر والسعوديه جدا، وخصوصا ان نفوذ الدعم السريع عمال يوسع، ولو جربوا من الخرطوم ومسكوها تبقى كارثه. ودلوقتي العالم كله بقى عارف بكل وضوح مين اللي لما يدعم حميرتي والدعم السريع، وده بحسب التقارير اللي صدرت من يومين من نيويورك تايم وول ستريت جورنال، اللي لما يقولوا ان ثبت بالدليل القاطع ان دوله الامارات هي لما تدعم الدعم السريع، وانهم سجلوا اتصالات مباشره ما بين الشيخ محمد بن زايد وبين حميرتي. ده مش بس كده، بيقول لك كمان ان هم رصدوا مقابلات، وان حميرتي بيروح يزور الشيخ محمد بن زايد في الامارات، وان كل ما حميرتي ينعر الشيخ محمد يدير برسيم. فمن الاخر كده الموضوع بقى مؤكد ومفيش اي مجال للشك ان الشيخ محمد بن زايد والامارات اما يدعموا حميرتي، وان برضه مصر والسعوديه وتركيا وايران اما يدعموا الجيش السوداني. طب السؤال هنا، هل في خلاف كبير يعني ما بيننا وبين الامارات؟ اقول لك لا، علاقتنا بالامارات زي الفل، لكن اللعبه بقت لعبه مصالح. ايوه يا عمده، ايه يعني المصالح اللي هتبقى للامارات والشيخ محمد بن زايد عند حميرتي ده؟ ايه يعني عايزين يستوردوا منه بغال صغيره؟ اقول لك لا يا حبيبي، الامارات شايفه ان البترول بتاعها اللي اقتصادها معتمد عليه كلها 15 ولا 20 سنه ويخلص، وبعدها هتحصل مشكله عندهم بسبب موضوع الطاقه. ومن الاخر كده عشان اكون صريح معاك، والخناقه في السودان داير على 3 حاجات: الذهب والبترول والزراعه. فاحنا حبايب وعلاقتنا زي الفل، لكن في الملفات دي بالذات تضارب مصالح. ده كمان احنا كمان نتكلم على دول عربيه في بعض في الاخر، لكن المصيبه الاكبر في الدعم الرئيسي للدعم السريع هو مين بقى؟ هم اسراء يا بيه. وتم بالفعل رصد تمويلات كبيره طالعه من اسراء لحميرتي. وطبعا اسراء مش بس طمعانه في خير السودان، دي كمان يا بيه عايزه تسيطر عشان تحاصر مصر من الناحيه الجنوبيه. فهم دلوقتي ما يحاولوا يحاصرونا من ناحيه السودان ومن ناحيه سد النهضه ومن ناحيه القطاع ومن كل النواحي، لكن على مين؟ احنا برضو مش ملايكه، احنا صحيين لهم وكل حته طالعين لهم فيها بخازوق. ودلوقتي بقى في محاوله ان تحصل هدنه ووقف اطلاق للنار في السودان. ايوه يا بيه زي ما حصل في القطاع كده بالظبط. وبالفعل حصل اتصالات ما بين مصر وامريكا والسعوديه والامارات، ومصر هي اللي واقفه في الكواليس. مصر اتصلت بامريكا وامريكا اتصلت بالسعوديه والامارات، واتفقوا بان تحصل هدنه انسانيه لمده 3 شهور. حميرتي يقف في مكانه والجيش يقف في مكانه، ومحدش يتقدم خطوه عن الحته اللي هو فيها، ونوقف يا بيه اطلاق النار لمده 3 شهور. ومصر تستضيف مؤتمر زي بتاع شرم الشيخ كده، والمؤتمر يبقى فيه ال4 دول دول ومعاهم حميرتي والبرهان، ونقعد بقى نتكلم ونحاول نوصل لاتفاق. طب هل الاتفاق ده هيبقى في صالح السودان؟ اقول لك للاسف لا، لان معنى ان في اتفاق ان هيحصل تقسيم للسودان. لانك لو جبت حميرتي وقعد في مؤتمر دولي مع ترامب والرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، ده للاسف معناه اعتراف دولي بوجودك. وطبعا حميرتي هيبقى ليه طلبات، يقول لك انا هاخد دارفور، انا هاخد غرب السودان بالكامل، والجيش السوداني ياخد الشرق بالكامل، حتى لو هياخدوا العاصمه ما عنديش مشكله. واكيد طبعا هيطلب منفذ على البحر، يقول لك اصرف منه الجار، بس على الاقل هيبقى في هدنه عشان الشعب السوداني ده يرتاح شويه. ونحاول احنا في الهدنه دي كمصر والسعوديه وتركيا ان احنا نرتب اوراقنا ونشوف ازاي هنقدر ندعم الجيش السوداني. يعني من الاخر كل الهدنه دي عشان كل واحد يقدر ياخد نفسه، لان بصراحه كان شايف ان ملف زي ملف السودان ده محتاج حسم. يعني الموضوع ده ما فيهوش وسط، لازم طرف هو اللي يكسب التاني، لازم طرف هو اللي يسيطر على الارض. ولحد دلوقتي اللي حصل تعادل، فلو حصلت الهدنه دي هتبقى لمده 3 شهور برعايه ال4 دول دول. وطبعا وجود ال4 دول دول بيأكد لك مين اللي جوه المشهد بالظبط بتاع السودان: مصر والامارات والسعوديه وامريكا. مصر والسعوديه ما يدعموا الجيش السوداني، والامارات اما تدعم الدعم السريع. ايوه يا عمده، وامريكا ما تدعم مين؟ اقول لك امريكا مش اما تدعم حد، امريكا واقفه في النص، لان هم لحد دلوقتي محتارين، مش عارفين الدنيا رايحه فين ولا جايه منين ولا فاهمين حاجه، اللي هو الجيش السوداني. لكن الحاجه الوحيده الواضحه والمؤكده في المشهد ده ان مصر اما تدعم الطرف الشرعي، الجيش السوداني، السلطه الشرعيه، الجيش النظامي، الجيش اللي كل الشعب السوداني واقف في صف. مصر يا حبيبي مش اما تدعم جماعات، لان الجماعه بتوع الدعم السريع دول 80% منهم مش من الشعب السوداني اصلا، دول كلهم
لهم شويه مرتزقه. لكن مصر لما بتتدخل لصالح الدوله السودانيه والشعب السوداني. ومن الاخر كده يا جماعه، مصر لو سحبت ايديها الدوله السودانيه كلها هتوجع، وده معناه برضه ان حدودنا الجنوبيه هتكون مهدده. عمليات تهريب بقى وترهيب ومخدرات وهجره غير شرعيه وجماعات مسلحه بتقوم باعمال عنف على حدودك. وده بقى اما يدي الفرصه لمين؟ يدي الفرصه لاسراء انها تتدخل وتشتريهم وتبدا تشتغل على حدودك. فانت مش بس بتتدخل عشان الشعب السوداني، انت كمان بتتدخل عشان شعبك وعشان مصلحه بلدك. هو يعني لما حصل اللي حصل في السودان ده، مين غير مصر اتضر؟ مين اللي جاله ملايين من اللاجئين السودانيين قعدوا عنده وعملوا ضغط عليك وعلى بلدك وعلى اقتصادك وعلى عقاراتك وعلى شققك؟ والله بالنعمه كان عندي شقه في فيصل مقعد فيها 50 سوداني وبقبض منها زي الفل. بس من الاخر كده عايز اقول لكم حاجه، واللي يزعل يزعل، اوعوا تقارنوا مصر بموقف اي حد تاني من اللي بيدعم الدعم السريع. اياكم تقارنوا موقف مصر باللي طمعان في خير السودان. احنا في الاخر عندنا موقف شريف اما نشتغل لصالح الشعب السوداني والشعب المصري، مش اما نشتغل لصالح جماعات. احنا مش طمعانين في خير حد زي غيرنا. يلا على حميرته اللي طمعانين في خير السودان وشيروا لهم وابعتوا لهم.